انا كندير المحل ديال الفطائر، انا كندير الخبز، انا كندير كرواسون، انا كندير الشيء ديال الماكله. واش خاصني ضروري الرخصه؟ هادشي كلشي غادي نشوفو في هذا الفيديو هذا، لانه ديجا نزلت لكم واحد الفيديو ديال الرخصه ديال المحلبه اولا تفقلت، اللي هي غتلقاو ان شاء الله الرابط ديالو هنا الفوق اولا هنا ان شاء الله غتلقاو الرابط ديالو مباشره تفرجوا فيه، لانه اللي عنده يعني محلبه اولا تفقلت. المواضيع اخرى اللي هو يعني الفطائر، الشيء ديال الكرواسون، الحرشه، الاتاي، الفطائر كامل مهم. بالنسبه للخبز والكرواسون هادشي كلشي غادي نخصصوه ليه هذا الفيديو هذا ان شاء الله. نعطيكم يعني جميع المهمات، يعني جميع المراحل اللي خاصكم تدوزوا فيه. واش ممكن خاصنا ضروري الرخصه، منين غادي ناخذوها، وشحال غتقام علينا، هادشي كلشي غادي نجاوبوا عليه ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. بالضبط جاني واحد التعليق من عنده واحد السيد صلاح على اظن، الا كنتي باقي يا خويا، الا كنتي في الاستماع هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نعطيك الجواب ديالك مقنع هذا المشروع هذا. تحياتي لكم جميعا. كملوا الفيديو من البدايه حتى النهايه ان شاء الله، نصائح مهمه في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. غنشوفوا كيفاش يمكن لنا ندير رخصه لهذه المشاريع، واش ممكن عندنا نديروا هذه الرخصه او لا. هادشي كلشي غنشوفوه في هذا الفيديو هذا. كملوا معنا الفيديو من البدايه الى النهايه ان شاء الله. اخ صلاح كتقول اخويا، كتقول بانه عندي بغيت ندير انا هذا الشيء ديال المسنن والحرشه وهادشي هذا، واش ممكن يعني غادي يطلبوا لي الرخصه، منين غناخذها، كي غندير كلشي هادشي ان شاء الله غنجاوبوا لك فيها في هذا الفيديو هذا. نتمنى ان شاء الله تكون في الاستماع ان شاء الله. وكذلك غادي يعني نضيفوا هاد المعلومات هذه ديال الناس اخرين اللي كيبحثوا على هذا على المشروع هذا، بالنسبه للفطائر او الخبز، بالنسبه او المخبزات، بالنسبه للشيء كلشي غادي نجمعوا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. تشوفوا هاد النقاط اللي هما مهمين في هاد المشاريع، يعني واش ممكن يخصنا الرخصه او لا. نبداو بالمخابز الكبار. المخابز الكبار غنبداو انه واش كيكونوا محتاجين الرخص او لا، كيطلبوش لهم الرخص، واش ممكن يكون عندهم الرخص او لا هنا في المغرب بالضبط. نعم، القانون ديال المغربي يعني بالنسبه للرخصه يعني خرج واحد الطريقه اللي هي سميتو بالنسبه في ديال المخابز، اصلا باقا مضربه على هادشي هذا، وباقي كتكلم على الموضوع هذا. وللاسف يعني باقي الموضوع شويه باقي ما مقادش كامل، يعني باقي ماشي صفه عامه كلهم المخابز عندهم. المخابز اللي تكون عندهم الرخصه كيطلبوا منهم يعني بعض الحوايج اللي هما الاساسيين، يعني الحوايج اللي هما كبار بزاف، يعني واحد المدخول، يعني واحد المبلغ اللي غادي تخلص على الرخصه، واحد الشروط يعني بالنسبه للمخابز كامله عامه. هاد الشروط كامله اللي ما كانش عندك، ونفس الوقت يعني الحاجه اللي هي اساسيه يعني باقي ما داروش يعني بالضبط بانه ممكن انك تصنع الخبز او لا ممكن انك تصنع اي حاجه. يعني بالنسبه للمخابز يعني هنا كيحسبوها بانه شركه، يعني اذا كانت عندك شركه ممكن تاخذ الرخصه، الا كانت غير مخبزه عاديه ممكن انك بانه يحسبوها غير رخصه كبائع، يعني ما يمكنش انك يعطيك رخصه كصانع الخبز ولا يعني كتصوب واحد الخبز. بالنسبه للفرارين البلديين نفس الطريقه، مثلا هما بدون رخصه كتكون عندهم الرخصه بانه على الجيران بانه دايرين سميتو كيطيبوا الخبز للحومه، ماشي كيطيبوا يعني وكيبيعوا. نفس الطريقه غندوزو للمرحله الاخرى اللي هي المخابز الكبار، يعني كاينين اللي فيهم اللي عندهم الرخصه يعني كتسمى بحال كشركه، كاينين اللي ما عندهمش الرخصه حيت هما واحد كيطلبوا واحد المساحه اللي هي كبيره. بالنسبه للباتيسري تكون فيه واحد المساحه اللي هي كبيره، واحد البلاصه اللي كيطيبوا فيها تكون خاصه بوحدها، واحد البلاصه المهم شلا داكشي اللي سميتو شلا المشاكل في داكشي. بالنسبه للفيدراليه ديال المخابز نفس الطريقه، يعني بقى مضربه على هذا الموضوع هذا باش داكشي يكون كلشي قانوني، باش ما يتقصاوش من هذه الناحيه هذا، باش الا كان عندهم اي مشكل ما يلقاوش المشكل هذه مع هذه الرخصه. ولكن للاسف يعني المخابز مازال كاينين موجودين وكيتحلوا يعني بدون اي مشكل. هذه النقطه هذه هي الدين ديال المخابز الكبار. بالنسبه للفرارن الصغار اللي كنديروا يعني الفران ديال الغاز، يعني فران عادي صغير كيدير كرواسه، كيدير مسمن، كيدير الحرشه، كيدير فران ديال الغاز يعني ديال البوطه، ماشي بحال الباتيسري يعني فران البلدي كما كتسميوها فران عاديين. يعني نفس الطريقه هما كياخذوا الرخصه ولكن كياخذوها كبائع، يعني بائع الخبز، مسمن يعني هو راه كيصنع ولكن رخصه عندهم مكتوبه بانه بائع الخبز، ليس انه يكون مصنع الخبز او لا مصنع الحلويات، ولا بائع الحلويات، بائع الفطائر، يعني ليس مصنع الحلويات او لا مصنع الخبز. يعني هنا النقطه الاولى اللي قلنا يعني المخابز اللي هما كبار يعني باقي ما خداوش كاملين يعني
هاد القضيه ديال الرخصه، يعني ما كتعطيهمش الرخصه كاملين، يعني كتكون واحد الفئه اللي هي قليله بزاف هنا في المغرب كامل، اللي يعني كيطلبوا منهم بعض الشروط، يعني واحد المساحه اللي هي كتكون كبيره، واحد البلايص اللي يكون فيهم العمل، يعني واحد المهم كاين سميتو، في نفس الوقت يعني كيخلصوا واحد المبلغ اللي هو كبير على هاد الرخصه ديالهم، في نفس الوقت يعني كتبقى بالنسبه لسميتو باقي ما مكاتش داكشي. بالنسبه للفران ديال الخبز نفس الطريقه، اي فران بان لكم شي بلاصه ديال الغاز ولا هذا راه ما عندوش الرخصه، وخا تبان لك معلقه تما راه لانه الا كانت تبان لك شي واحد معلق الرخصه ديال المحل بانه كيبيع شي ديال الخبز ولا الكرواسه ولا الفطائر هادشي كامل، راه كيتسمى بانه بائع، يعني هو كيعاود يبيع، يعني كيصوبوا في بلاصه اخرى وكيعاود هو غير كبائع، يعني ما كيعطيوكش الرخصه مباشره بانه تصوب الحاجه وتبيع. الصراحه اللي يعني سولنا بالنسبه للسؤال ديالك اخويا بالنسبه للفطائر، يعني اي حاجه طيبها ما كاينش مشكل نهائيا، الا كنتي جيتي في شي بلاصه اللي هي يعني راقيه بزاف، شي مدينه راقيه بزاف، حاول يعني تمشي لسميتو تطلب وتسول على الرخصه، بغيت ندير الرخصه كذا وكذا وكذا ديال اش المحل عندي، اش عند المحل، شنو الا عطاوك الرخصه بانه يعطيوك راه ديال البيع، يعني ما يعطيوكش بانه كتصنع، ولكن مهم كتحمي راسك من هذه الناحيه بعدا، مهم بعدا مشيتي عندهم، او الا كنتي في حي شعبي عادي ممكن انك تخدم، تنقي حالتك، تنقي الامور ديالك، هذا هو الاساس في هادشي كامل، تنقي الامور ديالك تلقى داكشي ديالك. الفطائر يعني راه الحمد لله يعني راه واحد الحاجه، واحد النعمه اللي كياكلوها الناس كاملين، ولكن الانسان يعني يحاول ينقي اي حاجه كيصوبها، اي حاجه كيطيبها. بالنسبه للمأكولات، يعني فاش كنت كنهضر على المأكولات، يعني بالنسبه للقهاوي المطاعم اللي سناك ضروري الرخصه، هادو الاخوان ضروري من الرخصه، انا تحتاج الرخصه انا ضروري، وكيعطيو الرخصه بانه مقهى او لا سناك يعني مباشره، وكتكون يعني سميتو. بالنسبه للفطائر ولا المخابز ولا شي، بالنسبه للمخابز يعني ديال الغاز، ديال الفران ديال الغاز ولا الباتيسريات، نفس الطريقه كاملين نفس الطريقه، ولكن المراقبه راه كاينه، المراقبه راه كتجي وكتشوف كل شيء وهذا، ولكن ما كيتورش على الرخصه، لانه عارفينهم قانونيا، يعني باقي ما خرجش الرخصه ديال المخابز كصانع، يعني تصنع واحد الحاجه وتبيعها بالضبط، يعني واخا عطاوك رخصه كبائع ولكن ما عطاوش بانه تصنع. ايوا هادشي اللي كاين عندنا في حالنا في هذا المغرب حاليا، الشيء اللي كاين في المغرب حاليا الساعه، الا تزاد شي حاجه جديده من مستقبلا، نتمناو التوفيق للجميع ان شاء الله. اللي كيصوب شي حاجه هو عنده رخصه ولا ما عندوش رخصه، خاصو يتقنها ويقادها مزيان، يعني خاصو يعرف الحق المسؤوليه، ويعرف بانه راه هو يعني رقبته ديال الرقبه ديال الناس كاملين على رقبته. لهذا هذا الشيء اللي كنوصي عليكم، نوصيكم الاخوان، نقى ثم نقى، النظافه ثم النظافه، يعني اي حاجه ما فيهاش النظافه راه ما كاين حتى شي حاجه. كما انت تبغي تاكل شي حاجه تكون نقيه، راه حتى واحد نفس الطريقه غيبغي، كما انت غتشوف واحد الحاجه موسخه وما تقدرش تاكلها، راه نفس الطريقه واحد اخر حتى هو الا شاف شي حاجه ماشي هي هذيك، راه ما غاديش يعجبو الحال اكيد. الاخوان نتمنوا تستافدوا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله، ونتمنوا لكم التوفيق والسلامه والصحه والتيسير والتوفيق العمر ان شاء الله، مشاريع طيبه او لا مشاريع مستقبلا لكم بالنجاح ان شاء الله. وتحياتي لكم طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.